احنا قاعدين نتكلم وايد عن هالفنانين، نبي نسمع اغنيه من الاغاني الجميله من اي فنان، من اي طبعا. نختار احنا ولا تختارين انت؟ راح اختار اغنيه. هي تختار. اللي تبي انت؟ لا خلاص انت اختاري، انا يعني كل اغاني احبها فانت اختاري اللي تبين. راح اغني مقطع من اغنيه الفنانه احلام. مو قادر اقول لك روح، ولا قادر اصيد عنك. يا الله قولي لي ما بيك عشان اقول جات منك، ومو قادر اقول لك روح، ولا قادر اصيد عنك. يا الله قولي لي ما بيك عشان اقول جات منك. الله الله يعطيك العافيه. الله عليك، الله يحفظ صوتك يا رب يا شذا. شذا يعني كان انت كمطربه، هل ممكن ان احنا نقول انه شذا تاثرت يعني من الحان المطربه؟ يعني دائما في اداء معين لاحلام، لما تاخذين لحن من احلام هل ممكن تتاثرين منها بادائها باسلوبها؟ كسبيل المثال يعني انا خذيت احلام. شوفي كمثال ست احلام، شوفي ست احلام من الفنانات اللي ماكو فنانه رح تغني خليجي ما تتاثر فيها، يعني هي من الفنانات اللي عندها بصمه كبيره يعني بالضبط، ولها كذا ستايلها الخاص فيها. بس انا اخذت منها روح الاغنيه اكيد، بس اكيد غنيتها باسلوبي يعني اللي معروف عند الناس، يعني غنيتها. واللي اخذ لي صوتي طبعا الفنان الكبير الاماراتي خالد ناصر، اللي ساعدني هوايه انه الأغنية ينشغل عليها وأحط بصمتي بالأغنية، وهذا اللي صار. نعم، يعني لربما احنا احيانا نزعل لما نشوف مثلا مطرب معين حتى لو كان اداءه جميل وصوته حلو بس يقلد، ما حط له كذا رتم معين، خط أكيد. معين. صحيح، اكيد هذا شخصيه معينه. لا يعني الواحد اذا ما يكون عنده شخصيه معينه ابد ما حينجح، يعني ما كون نجاح. يعني هوايه فنانين حاولوا يقلدوا فنانات او فنانين ثانيين بس ما ضبطت وياهم يعني. احنا شوي تكلمنا عن احلام الفنانه احلام، يعني خلينا شوي نتكلم الان عن الفنانين الثانيين. عبد الرب ادريس مثلا، اكثر من فنان انت تعاملتي مع، حاتم العراقي، رويشد، ايضا تاثرتي منهم ولا بطريقه الاداء؟ انا اقصد كلهم حقيقه طبعا. واولهم ما راح انساه اللي هو انا اعتبره عميد الاغنيه الخليجيه، هو الفنان ومشرف البومي الفنان الكبير ناصر الصالح اللي نعم. أشرف على ألبومي وعطيني أغنية من ألبومي جميلة اسمها علاء الدين. هي فكرتها جدا جميلة. من كلمات الفنان عبد الله بوراس بعد، اللي هم نفسهم التيم اللي اشتغلت وياهم في أغنية وعد عرقوب اللي بعد لاقت نجاح حلو. فسوينا هالأغنية اللي هي بعد كإيقاع كشغل غريبة جدا عن الفنان ناصر، يعني لأول مرة يشتغل بهذه الطريقة، يعني يكون هذه الإيقاعات الجديدة الشبابية يعني. والحمد لله هذا الناس حابينها وكلماتها جميلة جدا يعني. يعني من الأغاني اللي أحبها هواية هذه الأغنية. نعم. علاء الدين. نعم، خلينا نتكلم شوي عن الأستاذ ناصر كملحن كبير ومعروف. خلينا نتكلم كهو مشرف. نعم. على الألبوم، نفهم الناس شنو معناته مشرف ألبوم، شنو دوره بالضبط؟ دور المشرف يعني مثلا أي أغنية هو يلاقيها حلوة لي يتصل فيها يسمعني إياها. الأغاني أني كلها اللي أسمعها ده أبعت لي إياه حتى هو يقول لي شنو رأيه. غير أنه طبعا الإشراف من خلال توزيع الأغنية، الإشراف من خلال الميكس مال الأغنية، لأنه الأغنية تروح بأي أكثر من مرحلة. فهو كان مشرف على أغلبية الأغاني اللي تسوت، وهذا طبعا أني هذا فشي ما راح أنساه أبدا من الفنان ناصر، اللي عن جد وقف وياي وقفة رائعة جدا. أكيد. وأشكره عليها، لأنه أشياء هيك ما تصير دائما، يعني تلاقي الناس يدعموكي عن حب وعن ثقة في شغلك. فالأستاذ ناصر كان من الفنانين اللي
الحقيقة ساعدوني هواية. نعم، وأتوقع يعني فرصة جميلة التعامل مع هالأسماء الحلوة، يعني ذكرى، وإن شاء الله على طول راح يكون في تعاون بينك وبينهم، وخصوصا أن الألبوم لقى إعجاب الكبير، يعني الكثير من الجماهير إن كان خليجية أو عربية. سميتي ألبومك الحلو وجه ثاني، وأعتقد أنك حطيتيه از هيد بالألبوم. إيش السبب بالضبط؟ شوفي الأغنية أغنية جميلة كلاسيك من الألحان، من كلمات الفنان العراقي حامد الغرباوي، والحان الملحن والموزع حسام كمال. نعم. أغنية جميلة. هي الحقيقة الألبوم كنت حسميه شاعلها، لأنه أغنية شاعلها موجودة ضمن الألبوم، بس بما أنه الأغنية أخذت هواية حقها، يعني لأنه طرحتها قبل الصيف، فقلت حبيت اغير بالكونسبت، فلقيت انه اغنيه، انه كلمه او جمله وجه ثاني هي اكثر وحده تليق في 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 في, في للالبوم، وفيها اني كشذا الفنانه، يعني شنو اريد لبعدين، يعني حابه انه الناس تشوفني بوجه ثاني، انه غنيت هوايه لبناني، غنيت هوايه عراقي، بس خليجي وهالستايل انا اتوقع وجه اخر. واليوم ان شاء الله راح نسمع اغاني وايد منك، وراح نسولف وايد. راح ناخذ احنا فاصل صغير، وبعد كذا راح نرجع مره ثانيه لضيفتنا. لا تروحون بعيد، خليكم ويانا.